4 فاولات هي الأخطر في تاريخ كرة القدم بدون أي شك. هؤلاء اللاعبين كان لازم الشرطة توقفهم. رقم 4 إسقاط سيرجيو راموس لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018. راموس نفذ حركة جودو حقيقية عشان يوقع صلاح. المصري طلع وهو يبكي مصاب، وهذه الحركة غيرت مجرى المباراة بالكامل. رقم 3 ركبة كاميلو زونيغا في نيمار كأس العالم 2014. ضربة مباشرة في الظهر أصابت عمود نيمار الفقري. أمة بأكملها حبست أنفاسها لما البرازيل فقدت نجمها على أرضها. رقم 2 تدخل هيونغ مين سون المرعب على رودايغر. في هذا الموقف سون فقد السيطرة بالكامل. حركة كانت ممكن تنهي مسيرة المدافع. للحظة حسيت انه تحول لمقاتل MMA. رقم 1 ركلة نايجل ديونغ الوحشية على شابي ألونسو في نهائي كأس العالم 2010. الهولندي نسي بالكامل انه يلعب كرة قدم وطلق ركلة كونغ فو مباشرة في صدر ألونسو، والحكم ما أعطاه غير بطاقة صفراء. قولي في التعليقات أيها أكثر شيء صدمك.